احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني وريفيو جديد النهارده ان شاء الله وحلويات اميه. بقالي فتره نفسي في كنافه، وبرده مش عايز اروح لبراند من البراندات التقال اللي هم بتوع الكنافه. كمان لاحظت ان الاسعار عندهم بقت عاليه قوي، فانا قلت عايز اروح لناس تكون تقيله في الحوار ده وعندها الصنعه الحلوه وكمان الاسعار كويسه. فانا هنا موجود في المقطم في شارع 9 عند حلويات اميه قدام روستو. عندهم الكنافه النابلسي، كنافه نوتيلا، كنافه كريمه، وافل، ايس كريم، ليله كبيره قوي سعادتك. مش عايز اطول عليكم يا اخواتي، طالب كده نوعين كنافه ووافل، وممكن نختم بايس كريم، يا دوب حاجه خفيفه كده ونقيم لكم ونشوف الطعم عند حلويات اميه بيقول ايه. تعالوا بقى نبتدي سريعا في الكنافه النابلسيه. بصوا انا ماليش في الشوك، فانا بايدي لا مؤاخذه ونشد حته كده. بسم الله. واحلى حاجه اللي هو مش حاطط سكر كتير، السيرب بتاع الكنافه خفيف، والجبنه حلوه قوي عجباني بصراحه. ندي بقى حته كمان كده، بحب ادي كل حاجه حقها. عاجبني قوي الكنافه مقرمشه من بره، طعمها حلو جدا، الجبنه المستخدمه اللي جوه نضيفه طبعا، لا ملهاش حل. انا عايز اخد حته كده من الجبنه بصراحه تعالوا ندوس. بسم الله. فعظمه الكنافه النابلسيه. تعالوا بقى المعشوقي النوتيلا. لولا النوتيلا كنت همد بايدي، فهي بقى محشيه نوتيلا من جوه، من فوق الراجل روق عليها بصراحه، رشله نوتيلا. هو انت لما تيجي لا هي هتبقى النوتيلا اللي جوه بس. بصوا يا جماعه النوتيلا عامله ازاي من جوه، محشيه نوتيلا كتيره، فده شيء جامد. تعالوا بقى ندوق كده، مسكتها بايدي برضو. دي بقى سكته قلبيه. هنا النوتيلا عشان النوتيلا مسكره فدسمه اكتر بكتير من الكنافه النابلسيه. طعم النوتيلا واضح، هي مش شوكولاته، فده شيء عاجبني برضو. واحده كمان بصراحه يا جماعه، انا بحب النوتيلا، اعذروني من نفسي، والقرمشه بتاعتها والسمنه. الكنافه هنا والله العظيم يا جماعه جامده جدا. صحاب المكان مؤيد ومهند، ده عايز اقول لكم ناس محترمه، هم سابوا المكان اللي بيعملوا فيه الكنافه وقاعدين جوه عشان ما يضايقونيش وانا بصور، اللي هو اتكلم براحتك نيجي بقى للوافل. بصراحه الوافل انا قسمته نصين، اخترت نوعين، نوع لوتس ونوع نوتيلا. انا النوتيلا لسه ضايقها، بس ندوق برضو عمال الوافل عامله ازاي. بصوا عامله ازاي الوافل بقى يا جماعه، زي الفل. يلا بقى نقول بسم الله. الوافل طعمه حلو قوي. تعالوا بقى لمعشوق الناس، اللوتس. تعالوا بقى ندوق اللوتس كده عشان هي غاليه عليا برضو. عاجبني قوي انهم حاطين كميه صوصات على الوافل مظبوطه، ولا هي اوفر فتجزعني ولا هي قليله فتضايقني، فشابوه ليهم الصراحه.
الخامات المستخدمه حاسس اللي هي نظيفه. نيجي بقى لاخر حاجه كده، ايه احنا تجربه سريعه خفيفه. مؤيد قال لي اللي هم عندهم بسبوسه، فقال لي هعمل لك طبق كده صغير ادوقه برده، ورشيل عليه شويه فستق محتضرين. الصراحه انا بحب الفستق قوي يعني. بسم الله. طب والله مش وحش يا جماعه، لذيذ يعني. انا توقعت اقول ايه، البسبوسه مش قد كده، بس مرمله طعمها حلو. نتكلم بصراحه اكتر بقى، نتكلم بصراحه اكتر من الاخر يعني يا توني. مش عايزين مجاملات. انت لو هتيجي هتطلب ايه؟ الكنافه النابلسيه اللي بالجبنه طعمها حلو قوي، خصوصا ظبطه السكر بتاعتهم اللي هي يكاد يكون ممكن ان انت مش هتحس بالسكر. تاني حاجه الكنافه النوتيلا، بس ما اظنش ان انا هقدر اكمل الكنافه النوتيلا بكميه السكر اللي فيها لانها عاليه. انتوا عارفين النوتيلا بتبقى عامله ازاي. والوافل ما توقعتش انهم عندهم الوافل العجينه بتاعتهم محترمه قوي كده، هشه لذيذه مظبوطه، الصوصات اللي عليها حلوه جدا، فبرضه برشح لكم الوافل. بس صنعه الكنافه هي اعلى حاجه، وهم مشهورين قوي بالكنافه. خلينا نقول لكم الاسعار برضه عشان ايه تبقوا في السكه معانا. الكنافه النابلسيه الجبنه العادي ب 30 جنيه، لو بالفستق رشه الفستق اللي فوق ده وكده سعرها 38 جنيه. انا بتكلم لكم على الحجم الصغير، تمام. كنافه النوتيلا سعرها 33 جنيه. الوافل الميكس طعمين مع بعض انت بتختارهم، سعرهم 35 جنيه. بس كده تقريبا انا قلت لكم كل حاجه. ده بقى اللي بتكلم فيه يعني يا جماعه، اللي هو الكنافه دلوقتي لو اي حد راح يشتري كنافه، انتوا عارفين الاسعار عامله ازاي. الاسعار بقت عاليه، وعشان كده انا برشح المكان ده بقوه. انت بتجيب طبق كنافه محترم يشبعك ويمنع عليك كده ويمزجك من الكنافه لو انت نفسك فيها، بسعر مش غالي، سعر محترم. بس كده كانت تجربه سريعه كده عند حلويات اميه. يا رب يكون الريفيو السريع ده عجبكم. هتلاقوني بقى في الديسكريبشن حاطط لكم المنيو بتاعهم، الصفحه بتاعتهم، صفحات العبد الله، الانستجرام، الفيسبوك، التيك توك. كده خلص الكلام في الريفيو بتاع النهارده. ما يحلى الختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اوعوا تنسوا تذكروا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.